ظل الجهود المبذولة بافتتاح معرض أهلا رمضان كان لنا اللقاء. محمد حسنين امين عام الغرفه التجاريه بورسعيد. أهلا بحضرتك يا فندم. محمد عوض مدير التجاره الداخليه بورسعيد. أهلا بحضرتك. كلمونا النهارده عن افتتاح معرض أهلا رمضان وأهم المميزات اللي حضرتك قمت بيها وحضرتك بدأت بيها. حضرتك الفكره الاساسيه من المعرض، الغرفه التجاريه بتتحمل تكلفه المعرض. العارض اللي بيعرض ما بيدفعش اي نوع من المصاريف في مقابل انه يقدم ميزه للمستهلك. بيقدم قائمه سعر في التموين بيتاكد ان الاسعار دي اقل من اسعار السوق، والتموين بيتابعه خلال المعرض. هو حضرتك احنا بنوفر له التكلفه، بس هو لازم يتعود على المستهلك بحاجه مباشره. دي الفكره الاساسيه. حضرتك شايفه النجاح، احنا ما كناش متخيلين يوصل كده. المعرض احنا اقمناه مقصود في منطقه ذات كثافه سكانيه عاليه ومنطقه شعبيه فقيره جدا. تفتكر حضرتك ايه الاسباب اللي بتؤدي لارتفاع الاسعار وخصوصا في رمضان؟ هو ارتفاع الاسعار في رمضان نتيجه نقص بعض السلع. حضرتك عشان الموسم ده بورسعيد او على مستوى الجمهوريه موضوع الرز فيه نسبه من العجز كبيره جدا. تمام. الغرفه التجاريه وفرت لنا كتير جدا بالنسبه للتكلفه اللي اتعملت. خيمه الدولارات، تجار بورسعيد ناس محترمه. التجار دي مساهمه كبيره جدا في الاسعار اللي موجوده لحضرتك. سعر كل الرز بره ب 7 جنيه بيبيعوا ب 4.5، بيخسر في الطن 1500. هي مش معنى خساره، هو مساهمه منه في شعب بورسعيد في المنطقه دي، منطقه شعبيه واهالينا هنا فوق دماغنا كلهم. التجار بورسعيد امانه امانه امانه، ناس محترمه جدا واحنا بنشكرهم. واهم من ده كله اتحاد الغرف التجاريه الممثل ورئيس الغرفه التجاريه ومدير التموين ممثله في مدير عام التموين تحت قياده رئيس مجلس الوزراء والرئيس السيسي والاستاذ محمد اللي هو مدير عام التموين. احنا بس نسمع ان المواطنين دول ربنا اكرمهم مبسوطين من المعرض. النجاح ده نجاح لبورسعيد كلها. المجهود اللي احنا عملناه احنا مبسوطين جدا جدا جدا، وما كناش نتوقع ان احنا نوصل للنجاح ده النهارده. لحضراتكم كل عام وحضراتكم بخير.